وهلا لازم ندوق اطيب سحلب. له هيك بهالكعكات ولي على قلبي. شوفولي على المنظر يا جماعة. مرحبا يا احلى عالم بالعالم. بما انه الجو كتير بارد واكتئاب، خلونا نطلع من هاي الاجواء ونعمل اطيب كاسة سحلب بالكرة الارضية. خليكم معي لنشوف المكونات وطريقة التحضير مع بعض. طبعا نحن رح نعمل بودرة السحلب من الألف إلى الياء، يعني كليات الطريقة رح نعملها بالبيت، وأنا رح أكتب لكم كل المكونات بصندوق الوصف بالكاسة وبالجرام. هلا أول شي حبايب قلبي، عندي كاسة كبيرة من الرز الناعم، وعندي كاسة كبيرة كمان سكر بودرة، وكاسة كبيرة من كريمة الشانتيه، وكاسة كبيرة من حليب البودرة، وعندي 4 معالق من النشا، و6 حبات مستكة، وعندي معلقة صغيرة من الفانيليا، ورشة ملح صغيرة. طبعا الفانيليا اذا بدنا نساوي بوظة عربي ما بتنضاف للسحلب ابدا. خليكم معي لنشوف طريقة التحضير مع بعض. هلا بدنا ننزل كل المكونات مشان نخلطهم كتير منيح مع بعض. وهلا لحبات المستكة بدي اضيف عليهم نص معلقة صغيرة من السكر ونطحنهم كتير منيح مع بعض. شايفين كيف هلا انا ضفت السكر مع المستكة مشان اطحنهم مع بعض. نتأكد انه انطحنوا كتير منيح. وهلا بدي اضيف المستكة فوق الخليط اللي عملناه مع بعض. وهلا ضروري كتير ندخل كل المكونات. انا نخلتهم من اول ورح ارجع انخلهم مرة تانية قدامكم. شايفين لازم ننخلهم كتير منيح مشان هاي التكتلات ما تطلع معنا بقلب الخليط. وهلا خلصت كل الكمية اللي عندي ونخلتها كتير منيح. هلا بدنا نخلطهم كلياتهم مع بعض هذا الشكل. وهلا بمطربان نضيف وناشف مثل هاد بدنا نحط كل كمية السحلب اللي عملناها. طبعا مثل ما قلت لكم خلطتهم كتير منيح مع بعض. بعد ما حطيتهم بالمطربان هلا كمان برجع بخضهم بهذا الشكل لحتى نتأكد انه خلطوا كتير منيح. وهلا بطنجرة نظيفة بدي نزل لتر من الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. وهلا بدي نزل 7 معالق كبار من السحلب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بدي نزلهم والحليب بارد. هاي المعلقة السابعة. شايفين كيف لازم المعلقة تكون مليانة. بنحركهم كتير منيح على البارد، بعدين بنشعل الغاز تحتهم. هلا انا شعلت النار تحتهم على الوسط، بنضلنا عم نحرك لحتى يتقل القوام ويصير جاهز عنا. هلا مثل مو شايفين تقل قوام السحلب عنا ما شاء الله. شوفوا على هالمطة اللي بتاخد العين. اذا بتحبوا يطلع السحلب عالمي حطوا القرفة بقلب السحلب وقت يكون الحليب على البارد. وقت بدنا نحطه على وش السحلب ما بيختلط بقلب الحليب، يعني بس بيعطي منظر. يا على قلبي والله الريحة بتغوب القلب يا جماعة. وهلا هيك صار جاهز عندي السحلب. هلا بشوفكم بمرحلة التقديم. ما شاء الله شوفوا على هالقوام اللي بياخد العقل. هلا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونسكبهم بالفناجين. هلا بدنا نزينها بالقرفة وبالفستق الحلبي. طبعا هذا اختياري اذا بتحبوا، يعني هيك رشة فستق يعني خفيفة ما بدنا نكتر، بس بتعطي شكل حلو وبتفتح النفس اكتر. هلا على الثاني كمان بدي احط قرفة. فيكن تخلوها سادة وفيكن تحطوا انتو المكسرات اللي بتحبوها. هلا انا على الثاني لاحظت كمان جوز الهند وفستق حلبي. هاي الكاسة الثانية مثل ما قلت لكم بالفستق الحلبي وبجوز الهند. يا سلام شوفوا لي على هالمنظر. اخر وحدة رح اعملها بس بالقرفة، رح اعملها سادة مو ملونة. وهيك خلص عنا اطيب سحلب بالكرة الارضية. شوفوا لي على هالمنظر الملوكي ما شاء الله. كاسة سحلب مع كعك ولي على قلبي. فوتوا فوتتكم. يا سلام والله فخامة. بتمنى كلياتكم تجربوها على طريقتي وتدعوا لي عليها. شوفوا على هالمنظر. يا على قلبي انا. والله اطيب من الجاهز ب100 مرة يا جماعة. واذا عجبتكم وصفتنا لليوم لا تنسوني من دعواتكم الحلوة ولايكاتكم، تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس. بحبكم كتير يا احلى متابعين.